الو، ايه يا عم شبابيه؟ هنصور حلقه عن مين؟ عمو بيكا وهاني شاكر. ايه يا عم، هو مراش غير الناس دي ولا ايه يا عم؟ الناس دي هتزهقنا في عيشتنا يا جدع. مش يا عم اقفل، انا جاي اهو. مش هتاخر عشان رب الكل ما يذنب بيه. سلام اخويا. من كام يوم كلمتكم على حمو بيكا وهاني شاكر، بس الموضوع كبر ودخل في نجيب ساويرس. مبدئيا هاني شاكر هو نقيب الموسيقيين، طلع في مؤتمر مع اليوم السابع وقال ان انا جبت لحمو بيكا مدرب، بس حمو بيكا فاشل ومرضيش يقعد يتعلم منه وما بقاش يحضر. نجيب ساويرس كتب على تويتر ان كده هاني شاكر بيعمل تصرف ضد الحريه وكمان بيمحي الابداع بتاع حمو بيكا وحسن شاكوش. ابداع يا عم نجيب اللي بتتكلم عنه. نجيب ساويرس بيسمي بطون باليه السمسمهات بتاع حمو بيكا ان ده ابداع، ونجيب ساويرس هاجم هاني شاكر ان هو نقيب الموسيقيين مش رقيب عليهم. نجيب ساويرس كمان راح معرضها ان انا هدعمهم بفلوسي وهعزمهم في مهرجان الجونه كمان. هم دمت رجال اعمال بصحيه. راح طلع حمو بيكا في لايف وقال ان ده ما ينفعش عشان انتوا كده بتتنمروا علينا رب الكون ايه وكمان عاوزين نغني بره مصر عشان احنا بنحبك يا حمو، عاوزينك تبعد عننا وتغني بره مصر. وقال احنا متربيين وولاد ناس، بس هو الزمن كان جاي علينا شويه وكل ده عملناه بمجهودنا وفضل الجمهور بتاعنا. احنا بيسمعنا 100 مليون رب الكون ايه. وفي واحد اسمه علي قدوره طلع عمل لايف امبارح قعد يتكلم شويه ويهبد. واحد اسمه مسلم قال انا مش زعلان ان هم وقفوني، انا بس زعلان علشان هم حطوني مع بتوع المهرجانات وانا اصلا ما بغنيش مهرجانات. من الاخر هاني شاكر عنده حق، احنا مش ضد نوع الاغاني اللي هو المهرجانات، احنا ضد الكلام اللي بيتقال فيه. وازاي واحد زي حمو بيكا يتريق على ام كلثوم. واحلى حاجه كمان اللي هم منعوهم يعملوا حفلات تاني. ولو انت مع هاني شاكر سيب لي رايك في كومنت، ولو انت برضك مع حمو بيكا سيب لي رايك في كومنت. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتحرق ام الجار. سلام.